بيقولوا اننا بنعبد ثلاثة، وان ايماننا لغز ضد العقل وكمان المنطق. النهارده انا مش جاي ادافع عن ايماني، لا، انا جاي اكشف الحقيقة. احنا مش بنعبد مسألة حسابية، احنا بنعبد الاله الحي اللي لا يمكن يتحبس في مجرد رقم. فلو عايز تعرف سر الثالوث، وتعرف ليه الكلمة صار جسدا، وتعرف كل الردود على الايات اللي بيستخدموها ضدك، فانت هنا في المكان الصح، لانك بعد الحلقة دي محدش هيقدر يزعزع ايمانك تاني. يعني ايه اقنوم والرد على الشبهات؟ عشان نفهم ايماننا لازم نمسح تماما من دماغنا المعنى البشري لكلمة اقنوم، وبرضه عايزين نفرق ما بين كلمة صفة وما بين اقنوم. الله ليه صفات كتير زي رحيم، عادل، قدوس، لكن ليه 3 اقانيم بس: اب وابن وروح قدس. اقنوم كلمة سوريانية او هيبوستاسيس باليوناني، معناها كائن حي حقيقي متميز له خاصية ذاتية ولكنه غير منفصل. وعشان نقرب الصورة اكتر، بص للانسان اللي ربنا خلقه على صورته ومثاله. انت كإنسان ثالوث في حد ذاتك. يعني ايه؟ يعني انت عندك روح ونفس وجسد. تعالوا مع بعض نفهم يعني ايه روح ويعني ايه نفس ويعني ايه جسد. الروح دي نسمة الحياة اللي من ربنا، وهي اللي بتخليك تتواصل مع الله، لان الروح هي المحرك العالي والجزء اللي مش بيموت ابدا، وهي الحاجة اللي بتخليك تشتاق لربنا. النفس بقى دي مركز العواطف والمشاعر، الإرادة والعقل. النفس هي اللي بتخليك تحس بالفرح وبتحس بالحزن، النفس هي اللي بتخليك تاخد القرارات، فالنفس هي اللي بتدي لشخصيتك طعمها المتميز. اما الجسد بقى فده الغلاف المادي اللي بيحتوي على الروح والنفس، وده اللي بنتعامل بيه مع العالم. وهنا عايزين نوضح حاجة مهمة جدا. القديس كيرلس الكبير لما شبه الأقنوم ببطرس وبولس، هو هنا ما كانش بيشبهه انه كائن منفصل، لا، هو كان عايز يعرفنا ان الأقنوم هو كائن حي حقيقي وله كيان وخاصية ذاتية زيه زي اي حد، بس في اختلاف في الجوهر تماما، لان الأقنوم هو متصل مش منفصل. فاحنا عندنا ال3 اقانيم هم متصلين ببعض ومتداخلين ومتحدين تماما. فهو هنا لما شبه الأقنوم ببطرس او بولس، هو كان عايز يشبه لنا الوجود مش الانفصال. فمثلا زي ما بطرس موجود وبولس موجود، فكمان الآب موجود والابن موجود والروح القدس موجود. الأقانيم ال3 مفيش مسافة بينهم ولا زمن يفصلهم. مين هم الأقانيم وبيعملوا ايه علشان؟ ربنا مش مجرد قوة في السماء، ربنا هو أب وفادي ومعزي. أول أقنوم هو أقنوم الآب الخالق والمعتني، وأصل الوجود، تحديدا الذات الإلهية اللي منها بيولد الابن وبينبثق الروح القدس. دوره في حياتنا انه ضابط الكل. فاحنا لما بنقول ابانا الذي في السماوات، احنا هنا بننادي على الاب، هو اللي بيخطط لخلاصنا، وهو اللي بيدينا الرعاية والحماية، وهو المحبة اللي صممت اننا نكون موجودين لما بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. اقنوم الابن المخلص والفادي هو عقل الله الناطق او نطق الله العاقل، كلمة الله، وهو اللي كان مع ربنا منذ الأزل. دوره إن تجسد ونزل لنا وخد صورتنا لما نزل وتجسد في صورة السيد المسيح. هو اللي صالحنا مع الآب ودفع ثمن خطايانا. من غير الابن ما كانش هيبقى فيه طريق للسماء، ولا كنا هنقدر نعرف صورة الله الحقيقية، ولا حد يبلغنا بكلامه عنه. أقنوم الروح القدس المحيي والمعزي هو روح الله الحي اللي بيدي الحياة لكل الخليقة. دوره إنه ساكن فينا من ساعة سر الميرون ومن ساعة المعمودية، وهو اللي بيبكتنا على أي غلط بنعمله، وبيدينا القوة نصلي وبيقدس الأسرار. الروح القدس هو الصلة ما بيننا وبين ربنا، هي الحاجة اللي بتربطنا بيه واللي بتخلي ربنا حاضر دايما في قلوبنا. نيجي للسؤال المهم، ازاي ال3 واحد؟ احنا مش بنعبد 3 عندهم 3 أفكار، لا، احنا بنعبد 3 أقانيم في جوهر واحد، عندهم إرادة واحدة، جوهر واحد، تواجد دائم بغير انفصال. الإرادة الواحدة اللي بيفكر فيه الآب هو اللي بينفذه الابن، هو اللي بيثبته الروح القدس. زي نفسك وعقلك وجسدك، لما بتفكر انك تمشي ال3 بيتحركوا مع بعض في نفس اللحظة. الجوهر الواحد، عندك خاتم ذهب وسلسلة ذهب وويشة ذهب، دول 3 أشكال ل3 استخدامات، لكن معدن واحد، يعني جوهر واحد. كذلك احنا عندنا واحد آب، واحد ابن، وواحد روح قدس، 3 أقانيم لكن متساويين في الجوهر. يعني في اللاهوت مفيش إله أكتر من التاني، ال3 متساويين تماما. التواجد الدائم بغير انفصال، الأقانيم ال3 متداخلين تماما ومتحدين، يعني الآب في الابن والابن في الآب والروح القدس فيه، زي النار والضوء والحرارة، وما ينفعش تلاقي ضوء ونار من غير ما تلاقي حرارة، فال3 موجودين مع بعض في نفس اللحظة وفي نفس المكان. طبيعة المسيح من لاهوت وناسوت. السيد المسيح له المجد مش نص إنسان ونص إله، لا، السيد المسيح هو إله كامل
وإنسان كامل. طيب يعني إيه؟ عايزين نفهم الأول يعني إيه تجسد. هو عبارة عن إن اللاهوت طبيعة الله اتحد بالناسوت اللي هو طبيعة البشر، زي بالظبط اتحاد الحديد بالنار. الحديد لما بيتحد مع النار بياخد صفات النار، يعني بيحمر وبيحرق وبيعمل كل حاجة بتعملها النار، لكن بيفضل الحديد حديد والنار نار. فالاتنين طبيعة واحدة من غير ما النار تتحول لحديد ولا الحديد يتحول لنار. ازاي إله وبياكل وبيشرب؟ عشان نعرف الإجابة لازم نفرق بين أفعال اللاهوت وأفعال الناسوت. يعني إيه؟ يعني السيد المسيح له المجد بصفته إنسان جاع وعطش وتألم ومات وصلب، وصفته إله خلق عينين جديدة للمولود أعمى ومشي على المية وغفر الخطايا وعمل كل الأفعال اللي بيعملها اللاهوت. المسيح عمل كل ده بشخصه ولاهوته، لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. طيب مين كان بيدير الكون والسيد المسيح في الأرض؟ أو مين كان بيدير الكون والسيد المسيح في بطن العذراء؟ الإجابة في جملة من 3 كلمات: الله غير محدود. الابن لما تجسد ما كانش محبوس في الجسد، لا، السيد المسيح له المجد كان مالي الكون كله بلاهوته وبيدير الكون في نفس الوقت، سواء كان في بطن العذراء او كان في القبر، لانه غير محدود وفي نفس الوقت متحد بالجسد. زي بالظبط كده نور الشمس. نور الشمس ممكن يبقى مالي الأوضة عندك وفي نفس الوقت هو منور الشارع كله. هل معنى ان هو موجود عندك في الأوضة يبقى هو كده النور ده محبوس جوه الأوضة دي بس؟ لا، انت لو خرجت بره الشارع او رحت اي بيت تاني هتلاقي برضو نور الشمس موجود في الأوضة دي او المكان ده او الشارع ده. فوجود السيد المسيح في مكان لا يعني ابدا انه ساب باقي الاماكن. ليه ربنا كان لازم يتجسد؟ لان الله عادل ورحيم. العدل بيقول ان الانسان غلط وعقوبة الخطية هي الموت، ولازم انسان هو اللي يموت. الرحمة بتقول ان السيد المسيح بيحب البشر ومش عايزنا ابدا اننا نهلك، فكان الحل انسان وهو السيد المسيح عشان ينوب عننا كلنا ويكفر عن خطيتنا. وفي نفس الوقت اله غير محدود عشان فدائه يقدر يكفي كل البشرية في كل زمان ومكان، لان الخطية اللي وجهت هي وجهت في حق الله، والله غير محدود، فلازم اللي يكفر عن الخطية يكون غير محدود. والشخص الوحيد اللي غير محدود في الكون كله هو رب المجد السيد المسيح. فالمسيح جمع ما بين موت الإنسان وقوة الله غير المحدودة عشان يفتح لنا باب السماء. أقوى الأدلة والآيات من الكتاب المقدس. بعد ما فهمنا بالعقل خلونا نعرف رأي الكتاب المقدس إيه في الموضوع ده. في ناس بتيجي تقول لك دور لي على كلمة ثالوث تحديدا في الكتاب المقدس. قول لهم احنا مش بندور على كلمة لغوية، احنا بندور في الكتاب المقدس كله عن اعلان الهي واضح وصريح بيقول ان ال3 اقانيم هما واحد. نبدأ في اول آية. السيد المسيح لما قال للتلاميذ يروحوا يعمدوا قال لهم فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ركز هنا، المسيح ما قالش باسماء، المسيح قال باسم، لان ال3 دول واحد. فالسيد المسيح هنا كان واضح وصريح جدا في الآية وبيقول لنا ان ال3 اقانيم هم واحد في الجوهر وغير منفصلين، لان هم لو منفصلين كان قال باسماء. ان الذين يشهدون في السماء هم 3. اقف لغايه هنا كده، في 3 آلهة. ده اللي للاسف اللي بيعمله الناس، بياخد لك نص الآية وبيقول لك بص اهو عندك 3 آلهة باعتراف من الكتاب المقدس بتاعك. طيب ما تكمل الآية كده. الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء ال3 هم واحد. فباقي الآية كاملة وواضحة وصريحة، ودي آية برضو بتوضح وبتأكد ان ال3 هم واحد ومساويين لبعض في الجوهر. وبرضو السيد المسيح لما اتكلم عن وحدته مع الآب لما قال أنا والآب واحد، الآية هنا بتوضح تماما ان السيد المسيح مساوي لله الآب في الجوهر. عشان كده اليهود لما سمعوا السيد المسيح قال كده مسكوا الحجارة عشان يرجموه، لأنهم فهموا فورا ان هو بيساوي نفسه بالله الآب. الروح القدس هو روح الله. في آية في الكتاب المقدس بتقول لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. الآية دي بتأكد أن الروح القدس مش ملاك أو قوة خارجية، لكنه روح الله ذاته. زي ما أنت جواك روحك فكذلك الله جواه روحه، وزي ما روحك هي أنت فروح الله هو الله. في معمودية السيد المسيح له كل المجد الثالوث أعلن عن نفسه في مشهد واحد في نهر الأردن. الابن واقف في المية والروح القدس نازل في شكل حمامة، والآب صوته جاي من السماء وبيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. 3 ظاهرين في مشهد واحد بيأكدوا انهم اله واحد بيشتغل لخلاصنا. الآيات دي مش محتاجة تأويل من الكتاب المقدس، الآيات واضحة وصريحة.
لأن الكتاب المقدس من أول سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا هو بيحاول يوضح لنا وحدانية الله، وفي نفس الوقت بيكشف لنا عن الثلاث أقانيم الموجودين المساويين لبعض في الجوهر. فالوحدانية في المسيحية مش وحدانية صماء، لكن الوحدانية عبارة عن ثالوث عشان يكون إله فيه كل كفاية لذاته. أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ المشكلة يجي أي شخص يروح قايل لك طب لو المسيح إله ليه ما أعلنش ده بصريح العبارة وقال أنا الله فاعبدوني؟ ببساطة المسيح ما كانش محتاج إنه يقول أنا الملك، هو بطبيعته كان بيتصرف بسلطان ملكي والكل خاضع ليه. لو المسيح كان مجرد نبي ما كانش يقدر يعمل الأعمال اللي هو عملها دي كلها، لأن الأفعال دي حق لله وحده. المسيح أخذ ألقاب الله الصريحة. في سفر الرؤيا مثلا أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، وده لقب الله في العهد القديم. لو مش هو إله حقيقي يبقى هو بيجدد. كمان قال عن نفسه إنه رب السبت أيضا، والسبت ده وصية إلهية محدش يقدر يكسره أبدا. فلو السيد المسيح كسر وصية السبت فهو من حقه ده، لأن مفيش أي حد حقه يكسر الوصية غير واضع الوصية نفسه. المسيح فعل أفعال الله. السيد المسيح لما قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ساعتها الفريسيين استغربوا وقالوا مين يقدر يغفر الخطايا غير ربنا بس. فساعتها السيد المسيح ما صلحش كلامهم وقال لهم أنا مش ربنا، لا بالعكس، ده شفى المفلوج عشان يأكد لهم إن هو الله. كمان نقطة نحطها قدامنا إن السيد المسيح لما كان بيغفر بسلطانه الشخصي، لكن لو كان مجرد نبي زي كل الأنبياء فهو كان هيطلب من ربنا المعونة عشان خاطر هو اللي يشفي أو هو اللي يفعل أي عمل بيقوم به النبي بيطلبه من ربنا. لكن السيد المسيح كان بيعمل ده بسلطانه الشخصي. كمان السيد المسيح خلق عينين جديدة للمولود أعمى، ودي عملية خلق جديدة ما يقدرش أي حد يعملها غير الخالق نفسه. لأن كمان السيد المسيح قبل السجود. الملائكة والأنبياء لما حد بيسجد لهم بيرفضوا فورا، زي ما الملاك رفض سجود يوحنا وبطرس رفض سجود كرنيليوس. لكن المسيح قبل السجود، قبل سجود المولود أعمى، وقبل سجود التلاميذ في السفينة، وقبل سجود توما لما قال له ربي وإلهي. لو كان هو مش المسيح أو كان مجرد نبي كان انتهرهم، لكنه قبل السجود لأنه يستحق. طيب ليه السيد المسيح ما قالش بصريح العبارة باللفظ كده وقال لك أنا الله فاعبدوني؟ ببساطة السيد المسيح مش جاي يتفاخر، السيد المسيح جاي يخدم، وجاي عشان خاطر عملية فداء لازم تتم. لو السيد المسيح من أول يوم جه فيه على الأرض وكان قال أنا الله فاعبدوني فمحدش كان هيقدر يكلمه أو حد كان هيقدر يلمسه، ببساطة لأنه الله وأعلن عن ذاته. لكن السيد المسيح كان بيتصرف بسلطان ملكي. السيد المسيح كان بيعمل كل أعمال الله، أعماله بتشهد عنه. فالسيد المسيح لو كان قال عن نفسه أنا الله على طول كده صريحة فما كانش الفداء هيتم، ودي الرسالة أصلا اللي الابن تجسد ونزل عشان خاطر يعملها. بكل بساطة عشان نفهم الجزء ده، انت عندك مثلا الدكتور لما بيدخل عليك المحاضره او الاستاذ بيدخل عليك المدرسه، هو مش كل شويه بيدخل يقول لك انا الدكتور، انا الاستاذ، انا الاستاذ، انا الدكتور. هو مش بيدخل يقول كده، بكل بساطه هو بيدخل وبيتصرف ان هو الاستاذ او هو الدكتور. هو بيدخل وبيصحح وبيحط درجات وبيعمل كل حاجه بتدل ان هو الاستاذ او الدكتور. كذلك السيد المسيح كل تصرفاته وكل اعماله كانت بتشهد عنه. تفكيك الايات اللي بتتفهم غلط. دلوقتي بقى عايزين نمسك كام ايه كده بتتفهم غلط او بيحاولوا يفهموها غلط، فعايزك تفهم الردود دي كويس، لانك بعد الجزء ده هتفهم حاجات كتير انت ما كنتش فاهمها. ابي اعظم مني. العظميه هنا مش في الجوهر، لكن السيد المسيح اخذ صوره عبد عشان خاطر يشبهنا وعشان خاطر ينقذنا من الخطيه اللي وقعنا فيها. فبقى الاب الممجد في قدسيه الممجد في السماء بقى اعظم من الابن في المقام. انا عارف ان احنا الكلام ده تقيل، فاحنا هنفسره ازاي؟ هنشبهه بمثال بسيط. انت دلوقتي عندك اب وابن، تمام؟ الاثنين شغالين في شركه، لكن الاب هو المدير والابن هو موظف تحت ايده. فمين في الشركه اعظم؟ هتقول لي الاب لان هو المدير. هقول لك كلامك صح، لكن الاثنين متساويين في الانسانيه لان الاثنين بشر. فهنا الاعظميه كانت بس في المقام. فكذلك السيد المسيح هنا لما ذكر أبي أعظم مني هو كان يقصد أن السيد المسيح له المجد في المقام الآب أعظم منه، لكن من حيث الجوهر الاثنين واحد ومتساويين تماما. السيد المسيح برضو ذكر في آية من الآيات في الكتاب المقدس فيما معناه أن السيد المسيح اللي هو أقنوم الابن لا يعلم عن الساعة. طيب الكلام ده معناه إيه؟ السيد المسيح كإله عارف كل شيء، لكن كنائب عن البشر بالناسوت فهو مش من حقه يعلن ده. إزاي؟ عشان نفهم، فانت عندك الاستاذ لما بيدخل عليك ومثلا بتساله سؤال وانت في امتحان، فهو مش بيقول لك الاجابه، هو بيقول لك ما اعرفش، صح؟
هل معرفش دي هو فعلا مش عارف الإجابة؟ لا، هو عارف الإجابة، لكن فيما معناه إنه مش مسموح له يقولها. فكذلك الابن ما كانش من حقه كنائب عن البشر إن هو يقول لنا عن الساعة. السيد المسيح لما قال للشاب الغني لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا الله وحده. السيد المسيح هنا بيسأل الشاب الغني وبيقول له أنت بتقول عليا صالح بناء على إيه؟ لو أنت شايفني مجرد معلم بشري فما ينفعش توصفني بالصلاح، لأن الصلاح لله وحده. أما لو شايف إني الله فوصفك يبقى صح. السيد المسيح هنا كان بيستدرجه للاعتراف بلاهوته، مش كان بينكر لاهوته. سلطان السيد المسيح. المشكلة يجي هنا يقول لك السيد المسيح مجرد نبي. طيب بكل بساطة لو السيد المسيح كان مجرد نبي فما فيش نبي في تاريخ البشرية كلها يقدر يعمل اللي عمله السيد المسيح. كمان حاجة تانية عايزك تفكر فيها وتلمع في دماغك، ان السيد المسيح ما كانش زي الانبياء كان بيقولوا مثلا هكذا قال الرب، لكن السيد المسيح كان دايما بيقول الحق الحق أقول لكم أما أنا فأقول لكم. هو هنا بيتكلم بسلطانه الشخصي لأن هو صاحب الشريعة مش مجرد ناقل ليها. السيد المسيح قال جملة وقعت اليهود من طولهم، قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. السيد المسيح هنا بيعلن أزليته، ولما اليهود سمعوا ده برضو مسكوا حجارة وحاولوا إن هم يرجموه، لأن هم عرفوا إن هو بيعلن أزليته وعرفوا إن هو يهوه اللي ظهر لموسى وبرضو قال له نفس الكلام. سلطان إحياء الموتى. الأنبياء لما أقاموا موتى كانوا بيصلوا وبيتذللوا وبيتضرعوا لرب المجد زي إيليا وإليشع والعديد من الأنبياء، لكن السيد المسيح لما كان بيقوم حد من الموت كان بيقول له يا غلام لك أقول قم. والسيد المسيح لما قوم لعازر كان بيناديه لما قال له لعازر هلم خارجا. هو بيتكلم هنا بسلطانه الشخصي، بيتكلم وكأنه صاحب الحياة. هل في نبي يملك مفاتيح الموت والحياة في إيده؟ لا. فبالتالي السيد المسيح هنا هو صاحب الحياة، وبالتالي هو رب المجد. سلطان الديان. مين اللي هيحاسب العالم؟ كل الأديان بتقول أن الله هو اللي هيحاسب كل البشر، لكن في المسيحية السيد المسيح قال لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن. يعني اللي هيحاسب البشر واللي هيديننا في آخر الزمان هو السيد المسيح له كل المجد. يعني اللي هيقف يحاسب البشر كلهم في نهاية الزمان يوم الدينونة هو الابن. تفتكر بقى هل في نبي يقدر يتحمل مسؤولية حساب مليارات البشر؟ أكيد لا. الله وحده هو القادر على كده. تمام؟ أنا إنسان قد كلمكم بالحق. يجي بقى واحد هنا ويروح ماسك لك الآية دي وبيقول لك السيد المسيح اعترف إنه إنسان. طب ماشي، طب ما أنا في أول الحلقة قايل لك إن السيد المسيح إله كامل وإله كامل، ما انكرتش إنه إنسان. إحنا مش بننكر إن الله إنسان، لا، إحنا بنقول إن الله إله كامل وفي نفس الوقت إنسان كامل. السيد المسيح تجسد عشان خاطر يشاركنا ألمنا وعشان ينجينا من عقوبة الخطية اللي وقعنا فيها من أول أبونا آدم وأمنا حواء. فكون إنك تثبت ناسوته أو بشريته ده مش بينفي لاهوته أو ألوهيته. في ناس فاكرة إن الثالوث ده اختراع في العهد الجديد. في الحقيقة أقول لك لا يا حبيبي، الثالوث موجود في الكتاب المقدس. في سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله أي الآب، وكمان بعديها بيذكر وروح الله ترف. مين روح الله؟ الروح القدس. وقال الله هيقول بإيه؟ بكلمته الابن. فالثالوث موجود عندنا من أول 3 آيات في الكتاب المقدس. ظهورات الله زي ما ال3 ظهروا لأبونا إبراهيم عند بلوطة ممرة، سجد إبراهيم ساعتها وقال يا سيد، ما قالش يا أسياد، هو ما جمعش، هو قال بصيغة المفرد. فكل دي حاجات في الكتاب المقدس بتأكد لنا على وحدانية الله المثلث الأقانيم. فهتلاقي دايما آيات في الكتاب المقدس أحيانا بتتكلم بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة المفرد. طب هل ده تناقض؟ بالعكس، ده تكامل. الكتاب المقدس زي ما قلنا من أول سفر لآخر سفر فهو بيحاول يأكد لنا ويوضح لنا وحدانية الله. فكونه بيتكلم بالجمع مرة وبالمفرد مرة، وعايز يأكد لنا إن في 3 في 1. ال3 هم واحد. فالكتاب هنا واضح وصريح وبيأكد لنا وحدانية الله المثلث الأقانيم. لغز إلهيم في أول آية من الكتاب المقدس. في ناس فاكرة إننا بنألف، بس خلونا نفتح الكتاب المقدس باللغة العبرية اللي هي اللغة اللي اتكتب بيها في الأصل. أول آية بتقول براشيت بارا إلهيم، يعني في البدء خلق الله. تعالوا نفصص الآية دي مع بعض. الآية فيها جمع ومفرد. عندنا إلهيم معناها آلهة، وفي نفس الوقت بارا فعل جاي بصيغة مفرد. طب إزاي يجي جمع ويجي مفرد؟ أولا إلهيم هي جمع ومفردها إيلوه، واليه ميم هي زي الواو والنون أو اليه والنون عندنا في العربي. تمام؟ فهي كده جمع. وبارا لو هي جمع فالمفروض تبقى بارا أو، لكن هي بارا، يعني كده عندنا جمع مع مفرد. طب إزاي؟ الكتاب هنا بيحاول يشير لنا الحاجة. طب إيه هي الحاجة دي؟
اكيد الثالوث، لان احنا قاريين الكتاب المقدس كله فعارفين، مش لسه قاريين اول ايه بس. فهنا الكتاب بيوضح لنا ان في 3 في واحد. اي نعم في الايه هي لسه ما ذكرتش، بس في اول الايات زي ما قلنا من شويه ان الثالوث ظهر بشكل واضح وصريح في اول 3 ايات من الكتاب المقدس. فهو هنا الكتاب بيوضح لنا فكره الثالوث. يجي بقى يقول لك ده جمع تعظيم. في الحقيقه في اللغه العبريه مفيش حاجه اسمها جمع تعظيم. عشان كده ربنا لما كان بيتكلم عن نفسه في العهد القديم كان بيقول انا مش نحن، ولما كان بيتكلم الانبياء برضه كان بيقول انا مش نحن، والملك زمان لما كان بيبعت رساله للملك او اي حاجه كان بيقول انا، فهو كان بيتكلم بصيغه المفرد. فكون ان كلمه الوهيم جت جمع وبارا مفرد دي ليها قصد الهي واعلان الهي واضح وصريح ان في 3 اقانيم في جوهر واحد. في تسبيحه السرافيم في اشعياء 6 الملائكه واقفين قدام ربنا وبيقولوا قدوس 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 اجيوس اجيوس اجيوس. ليه بيقولوا 3 مرات؟ يعني ليه مش مرتين؟ ليه مش 4؟ ليه مش 5؟ ليه مش 6؟ ليه مش اي رقم غير 3؟ في برضه هنا تأكيد واضح وصريح ان في ثالوث، ولكن الثالوث واحد. فعشان كده الاباء سموها تسبيحة الثالوث. الله لا يتجزأ. يجي حد يقول لك انتوا كده بتجزأوا ربنا. الإجابة بسيطة جدا، ربنا مش مركب من 3 أجزاء. يعني فكرة ان الثالوث نفسه مش تقسيم، الثالوث اعلان عن كمال ربنا. زي ما العقل ما بيتجزأش الفهم والفكر، كذلك ربنا ما بيتجزأش ل3، لكن ربنا هو واحد ولكن 3 أقانيم. الله موجود بذاته وناطق بكلمته وحي بروحه. لو شلت أي حاجة من دول فما يبقاش إله، يبقى عدم. يعني الوحدانية في المسيحية عبارة عن 3 أقانيم في إله واحد عشان يكون إله قوي مكتفي بذاته. طيب ليه الحسابات البشرية مش بتمشي على الله كإله؟ بكل بساطة بتبقى ماسك آلتك الحاسبة وتجمع 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي 3. طيب هو ربنا أصلا غير محدود وفوق كل عقل. يعني إزاي بتحاول تفهم ربنا بعقلك المحدود؟ بتحاول تخلي الغير محدود محدود. الكلام ده غلط تماما. يعني مفيش أي حسابات بشرية تمشي على ربنا. طيب ونفترض أنت عايز تعمل عملية حسابية تمشي على ربنا. طالما هتعمل عملية حسابية فانت الجامعة بتستخدمها للحاجات المنفصلة، لكن انا بقول لك ربنا 3 أقانيم متصلة، فانت تستعمل عملية حسابية، فالعملية اللي هتستخدمها هي عملية الضرب، فبالتالي هتبقى 1 في 1 في 1 ب1، صح؟ يبقى احنا عندنا 1 آب 1 ابن 1 روح قدس، ال3 هم 1 في الجوهر. من غير الثالوث ربنا هيكون محتاج للخليقة عشان خاطر يمارس صفاته، فالثالوث مخلي ربنا غني ومكتفي بذاته. إله مش محتاج للخليقة عشان خاطر يثبت لنا ان في حب متبادل ما بين ربنا وخليقته، لان هو منذ الازل في حب متبادل بينه وبين اقانيمه. وكذلك إله مش محتاج لنا عشان يتكلم، لان هو من الاول ناطق بكلمته. اذا لو مفيش ثالوث يبقى مفيش إله. يبقى انا ما اقدرش ان انا اقول لك وحدانية الله وحدانية صماء، لان لو الله واحد وما عندوش اقانيم فهو ما يبقاش إله، ده يبقى عدم. وفي النهاية فالثالوث هو مش موضع دراسة. احنا كل يوم بنصلي لربنا وبنقول له باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. فالثالوث هو حياة احنا بنعيشها مع ربنا، مش مجرد ان احنا ندرس ونفهم ونتعمق في المسيحية. الله معانا دايما وسندنا بأبوته ومعانا بقوته، وبيعمل دايما أي حاجة للخير. فلو انت لسه متشكك في حاجة أو عندك أي سؤال تقدر تسأله. أشوفكم المرة الجاية في حلقة جديدة بعنوان جديد من سلسلة زيرو شك من برنامجنا مقتطفات روحية. سلام.